صاحبك بيسألك انت مين، فترد عليه بانك موظف في شركة كذا، فيقول لك لا انا مش عايز اعرف شغلك، عايز اعرف انت مين. فجأة السؤال البسيط ده تلاقيه صعب. انا مين من غير الوظيفة؟ مين غير الدور اللي بلعبه قدام اهلي؟ مين غير التوقعات اللي المجتمع حاططها عليا؟ خلينا نبدأ بالحقيقة الصادمة، وهي إن معظمنا مش عارفين نفسنا. إحنا عارفين الأدوار اللي بنلعبها، الصفات اللي بنتصنعها، والتوقعات اللي بنحاول نرضيها. لكن لو سألت نفسك بصدق أنا مين لما بكون لوحدي، هتلاقي الإجابة مش سهلة. المشكلة من يوم ما اتولدنا العالم حوالينا بيحط لنا هويات جاهزة. أهلك قالوا لك أنت المفروض تبقى كذا، المدرسة قالت لك أنت لازم تتصرف كذا، الشغل قال لك أنت دورك كذا، الأصحاب قالوا لك أنت شخصيتك كذا وكذا، وأنت في النص مش عارف هو انا فعلا كده ولا ده اللي الناس فرضته عليا. وده اللي علماء النفس بيسموه الذات الزائفه. طبيب النفس البريطاني دونالد وينيكوت قال حاجه مهمه في خمسينيات القرن الماضي: الذات الزائفه بتتكون لما الطفل يتعلم انه لازم يتكيف مع توقعات الاخرين علشان يحصل على الحب والقبول. يعني ايه ده؟ يعني اننا من صغرنا اتعلمنا نخبي اجزاء من نفسنا ونظهر اجزاء تانية عشان نبقى مقبولين، وبمرور الوقت بننسى مين احنا الحقيقيين. مثال بسيط: لو انت طفل وموهوب في الرسم، لكن اهلك قالوا لك الرسم ده مش مستقبل، ركز على الدراسه، فهتبدا تخبي شغفك وتركز على المواد اللي المفروض تبقى شاطر فيها. وبعد ما تكبر مهما كانت الوظيفه محترمه هتفضل حاسس جواك بالفراغ، لان الهويه اللي انت عايش بيها مش هويتك الحقيقيه، دي هويه العيله او المجتمع. دراسه من جامعه ستانفورد في 2023 وجدت ان 68% من الشباب من 20 ل 30 سنه بيعانوا من ازمه هويه في مرحله معينه من حياتهم، والرقم ده اعلى بنسبه 40% من جيل الثمانينات والتسعينات. السبب جيلنا عنده اختيارات اكتر من اي جيل قبل منه. تقدر تشتغل في اي مجال، تسافر في اي مكان، تتعلم اي حاجه، تكون اي حد، لكن كتر الاختيارات دي بيخلق توهان. عالم النفس باري شوارتز في كتابه The Paradox of Choice أو مفارقة الاختيار قال لما بيبقى قدامك اختيارات كتير القلق بيزيد والرضا بيقل. فكر كده معايا، جدك كان عارف هو مين ومن هو صغير، المهنة متحددة، الدور الاجتماعي واضح، التوقعات ثابتة، لكن انت عندك 100 طريق مختلف تمشي فيهم، وكل طريق بيوعدك بحياة مختلفة بهوية مختلفة. الضغط انك تختار الطريق الصح بيخليك تحس انك مش عارف اصلا انت عايز ايه. وكمان السوشيال ميديا زودت الأزمة دي أضعاف. بقينا بنشوف آلاف النسخ من الحياة المثالية كل يوم، اللي بيلمع في شغله، واللي مكسر الدنيا بعلاقاته، واللي بيلف العالم، واللي جسمه رياضي ومثالي، وانت قاعد تقارن نفسك بكل دول وتحس انك ناقص، فبتحاول تكون كل حاجة وفي الاخر مش بتبقى اي حاجة. دراسة من جامعة بنسلفانيا في 2024 اظهرت ان قضاء اكتر من ساعتين يوميا على السوشيال ميديا بيزيد احتمالية الاحساس بأزمة الهوية بنسبة 55%. لما بتتعرض باستمرار لصور مثالية عن المفروض تبقى ايه بتنسى مين انت فعلا. طيب ازاي تعرف انك في ازمه هويه؟ لو حياتك من بره كويسه، شغل محترم، علاقات واستقرار مادي، بتفضل من جواك حاسس بفراغ مش عارف تسميه، كانك بتعيش حياه حد تاني، مش عارف تختار الوظيفه، شريك الحياه، او المكان اللي تعيش فيه، لانك مش متاكد اصلا انت عايز ايه. القرارات الكبيره بتخوفك لانها بتجبرك انك تجاوب السؤال اللي بيقول لك انت مين، فبتحس انك بتلبس قناع في الشغل، قناع تاني مع الاهل، قناع تالت مع الاصحاب، ومش عارف اي قناع فيهم هو الحقيقي. ولما تبقى لوحدك بتحس بالضياع، دايما بتشوف نفسك من خلال عيون الاخرين. هل انا ناجح زي فلان؟ هل انا سعيد زي علان؟ وناسي تسال هل انا راضي عن نفسي؟ صعب عليك تلتزم بعلاقه طويله او مسار مهني واحد او حتى روتين دائم، مش لانك مش عارف تختار، لكن لانك خايف لما تختار تكتشف انك اخترت غلط، لان الاختيار ده هيعرفك انت مين وانت مش مستعد تتعرف. طب ايه الحل؟ اول خطوه في حل ازمه الهويه انك تبطل تدور على هويتك بره. الهويه مش حاجه تلاقيها، الهويه حاجه تبنيها. عالم النفس اريكسون اللي وضع نظريه تطور الهويه قال الهويه مش شيء ثابت، لكنها عمليه مستمره من الاستكشاف والالتزام. يعني ايه؟ يعني الهويه مش شيء ثابت، مش وظيفه او لقب او دور. الهويه هي مجموعه من القيم، الاهتمامات والاختيارات اللي بتعملها كل يوم. وهنا اللحظه اللي هشارك معاك فيها الحل العملي لبناء هويتك الحقيقيه. فركز معايا شويه. الخطوه الاولى اسال نفسك ايه اهم
اهم 3 حاجات في حياتي: الحريه، الامان، الابداع، العداله، العيله، النجاح. ولو كان عندي 6 شهور بس اعيشهم هقضيهم ازاي؟ لما ابص على حياتي من بعيد عايز الناس تفتكرني بايه؟ الخطوه الثانيه: جرب هوايات جديده، اتعلم مهارات مختلفه، قابل ناس من خلفيات متنوعه. مش كل تجربه هتنجح ومش كل طريق هيكمل، لكن كل تجربه هتقربك من فهم نفسك. الخطوه الثالثه: اقبل التناقضات. الهويه مش خط مستقيم، تقدر تكون جد في شغلك ومرح مع اصحابك، تقدر تحب الهدوء والعزله وفي نفس الوقت تستمتع بالحفلات، تقدر تكون طموح وراضي في نفس الوقت. انت مش مطالب تكون شخصيه واحده ثابته، انت انسان عاقل ومتعدد الاهتمامات، وده طبيعي. الخطوه الرابعه: اقضي وقت لوحدك بانتظام، مش عشان تهرب من الناس لكن عشان تعرف نفسك. اكتب يومياتك، اتامل، امشي لوحدك، اقعد في هدوء وفكر، خد اجازه دوريه من الدوشه والتشتت. الخطوه الخامسه: اختار الالتزام التدريجي. الخوف من الالتزام بيجي من فكره ان الاختيار الواحد هيحدد مصيرك للابد، لكن الحقيقه كل اختيار هو خطوه مش اخر الرحله. تقدر تختار مسار دلوقتي وتغيره بعدين، تقدر تلتزم بعلاقه او وظيفه وتتعلم منها وتقرر تكمل او تسيب. كاتب جيمس كلير في كتابه اتوميك هابتس او عادات ذريه قال ان كل فعل صغير بتعمله هو تصويت على نوع البني ادم اللي عايز تكونه. يعني لو عايز تكون كاتب ابدا تكتب 10 دقائق كل يوم، لو عايز تكون رياضي ابدا تتمرن 15 دقيقه 3 مرات في الاسبوع، ولو عايز تكون صديق جديد ابدا تتواصل مع اصحابك بانتظام. الهويه بتتبني من خلال الافعال المتكرره مش القرارات الكبيره. ومن هنا الخطا الشائع اللي يقول لك البحث عن الشغف الواحد، وكتير مننا بيسمع النصيحه لاقي شغفك وامشي وراه، لكن الحقيقه معظم الناس مالهمش شغف واحد واضح. ما تحاولش تحصر نفسك في هويه واحده، ابني هويه مرنه تسمح لك تستكشف اهتماماتك المختلفه. تقدر تكون متعدد المواهب، مالتي بوتنشالايت، ودي مش نقطه ضعف، دي ميزه كبيره. الخطا الثاني هو البحث عن الكمال. كتير من الناس بيأجلوا بناء هويتهم لانهم عايزين الهويه المثاليه، عايزين يكونوا ناجحين، سعداء، متوازنين، محبوبين، مؤثرين، كل ده في نفس الوقت. لكن الحقيقه الهويه المثاليه مش موجوده. كل هويه فيها مزايا وعيوب، اختيارات وتضحيات. عالم النفس كارل روجرز قال الهدف مش انك تكون مثالي، الهدف انك تكون على طبيعتك. يعني ما تحاولش تكون النسخه اللي المجتمع او الناس عايزينها منك، حاول تكون النسخه الاكثر صدقا مع نفسك حتى لو مش مثاليه. وفي النهايه اسمة الهويه اشاره انك بتنمو. كل ما بتستكشف نفسك اكتر كل ما بتكتشف ان في اجزاء منك كنت مش عارف، لان الهويه مش حاجه جامده، الهويه كائن حي بيتطور. السؤال انا مين مش سؤال تجاوب عليه مره وتخلص، ده سؤال هتفضل تساله لنفسك طول حياتك، وفي كل مره الاجابه هتبقى اعمق واكثر صدقا. يعني ما تستناش تفهم نفسك قبل ما تبدا تعيش، عيش، جرب، اغلط وتعلم، وبعد فتره لما تبص ورا هتلاقي انك اكتشفت نفسك من غير ما تحس. وتفتكر حاجه مهمه: مفيش هويه صح وهويه غلط، في هويه صادقه وهويه مزيفه. اختار الصدق حتى لو كان صعب، لان الحياه اللي بتعيشها وانت صادق مع نفسك افضل بمراحل من الحياه اللي بتعيشها عشان ترضي الاخرين. السعاده الحقيقيه في انك تكون نفسك الحقيقيه. السؤال الحقيقي هو انا مين في عين نفسي؟ ولو مش عارف الاجابه دلوقتي ما تقلقش، ابدا دور، ابدا جرب، ابدا اسمع لنفسك. لو حسيت ان الكلام لمسك دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس واكتب لي في التعليقات انت فين دلوقتي في رحله اكتشاف نفسك، وايه اكبر سؤال عن هويتك عايز تلاقي له اجابه. واشوفكم الحلقه الجايه، وسلام.